واش الاخوان فراشوا لينا راسنا صاحبي، اللي عنده الفيديو شكون اللي عنده الفيديو، هذا الفيديو صافي البنت صاحبي راه دارت واحد الله يسهل عليها وصافي. هادشي شنو تقول لها؟ والدراري بالرجوله اللي عنده داك الفيديو صيفطوا ليه خوت بالرجوله. ملي كتنزل من الكار اول حاجه غادي تصدمك، كتسمع كلمه وحده تكري اخويا عامره ولا خاويه، ماشي من الفراش، بغيتيها صغيره ولا كبيره، ماشي على الدار، وكل وحده والثمن ديالها. وانتوما عارفين علاش كنهضر، واللي بغى يتاكد يمشي يشوف بعينيه. وهضرنا على هذا الموضوع في 2022 ودابا حنا في 2026 وباقي الحال على ما هو عادي. اللي كيهزوا السوارت نشوفوا هاد اللقطات اللي نشرنا في الفيديو في 2022 ونرجعوا لكم. تسكري اخويا تسكري شحال رايحو ليله ندوزو على بحال تسكري معايا 4 دقايق صافاك معايا صافي ندي جوج عندي دار اختي وندي جوج عند واحد السيد. ما عرفت لكم كاين الدريه وكاين الدريه، كاين هاد الدريات كاين الدريه وكاين اخرى. كاين دريات صغار من راه هادي كاين لكن هاد الحاجه شحال الثمن؟ ولا فريه صرت ريال الدريه صافي باش كيبات. باش كيباتو. قولي لي الا بغيت كنا حنا 3 وبغينا 3 البنات كاينين بحال هادي كاين بحال هادشي صافي كتورينا فاطمه صافي ماشي بعد كيني ضروري. شحال كيبغيو هاد الكينين؟ 400 درهم بالكريس 400 درهم الوحده 400 3 دار 800 درهم دار 800 وهما 400 درهم. السلام عليكم، شو اخباركم؟ كي دايرين؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ شفت اختي واحد لاباج حاطه كتهضر على يسرى كوين، يسرى ديالي بنتي يسرى، حاطين واحد الاخ كاتب واحد الكومونتير كله حقد وحسد والهضره والخيبه، وراه طلقك حيت انتي دايره، وطلقك حيت انتي فاعله، وطلقك حيت انتي، وطلقك حيت انتي. وباين هذا اللي كاتب الكومونتير ما يكون غير داك خوه هو اللي كاتب. هادشي اللي بان ليا، جيت غير نفسر لك حنيني ترى هي اللي دفعت الطلاق، ترى خوك لكن راه خوك في الطاليان وهي دفعت الطلاق. سمعتيني يا ولدي؟ لان عيات ما تصلح الاخطاء ديال خوك، عيات ما دير الخطر لخوك، عيات ما تربي في خوك، عيات في الاخر لقات نوواي لا علاقه. هادشي اللي كاين، لا علاقه لقاتو لا يصلح. سمعتيني؟ وكيف قلتي هي حتى واحد ما يقبل على سيد الرجال تجيبو، لانها تبارك الله عليها بنت الناس، خدامه على راسها، متزنه، ما كتدخل لا في شبوقات لا والو، داخله سوق راسها. انا من هنا تنقول ليسرى سيري بنتي الله يسهل عليك والله يفتح لك بيبان الخير. سمعتوني؟ راه شوف، راه منين دفعتي الطلاق هو ما كانش كاع في المغرب. انا عارفه بزاف الحوايج ما بغيتش نهضر فيهم دابا، ما غنهضرش، ولكن هذا الكومونتير ضربني في خاطري وما كنبغيش اللي يهضر عليه يسرى. سمعتوني؟ يسرى الله يحفظها والله يسهل عليها والله يفتح لها بيبان الخير، وهي في واحد العالم اخر دابا. هي دابا في هذه اللحظه هي في واحد العالم اخر، كاع ما فايقه لكم الناس. سيروا اختي دوزو بخير. جات وقيت العشاء نض انا غنيت، منين جيت وانا نقول لهم والو عطوني حقي نديه معايا. قلت هادي هي الميكا اللي ضراتكم في راسكم ياك، هادي هي الميكا اللي بقيتو تهضروا عليها وفيها داروش الدجاج. نوريكم اش داروا، نوريكم اش سرقت وفاش طمعت. سوري دانيو ما سرقاتش شوف انا مولات العرس ما سرقت
تما مسكينه هذاك حقها لان كانت كتغني صافي. صحتها طبعا. هادشي ما توصلوش نتوما. ما تصبوش حنا الدجاج، حنا كنصاوبو داكشي اللي تيكون مزيان. راه كيتحابكم بانه المخزن ما كاينش في البلاد. وليداتي ما وليداتيش الزبل. راه نتوما خاصكم تفهموا بانه واخا ما داير لا تصاور لا والو لا حتى حاجه، ومشيت انا دعيت شي كونت سبني دخل عندي وسبني، او لا شي واحد في شي كومونتير قال فيها شي حاجه خايبه وهزيتها وحطيتها ليهم، راه كيجبدوه من باب دارهم. انا راه ما بغيت شي وحده تجي تبوس ليا رجليا، ولا شي واحد يجي يبوس ليا رجليا، ولا مو تجي عندي تبوس ليا راسي، ولا با يجي عندي يبوس ليا راسي، لا راه ولدي ولا راه بنتي ولا لا راه مرتي مسكينه. ولا انا ما بغيتش نوصل مع شي واحد هاد الماصل هادو، ما بغيتش نرد شي واحد عبره، لكن راه قريب نديرها. راه بغي نهز كونط واحد بغي نشفي فيه المغرب كامل. عاودني منكم. المرة اللي ديك النهار هالتني موناش الطوموبيل قالت لي نوض ليا فوق طوموبيل تتبغجا. واش خبارك غادي تقدر تبيتها في بكية الكار بلا ما تجيش بيتها حتى دارنا؟ وديرها ما تا شنو هي داكشي؟ درا كل مرة بحال البيت كوين هادي، كل مرة كيطيح منا 100 درهم كل نهار. دابا سولت عليها في السوق ديال الطوموبيلات، قالوا لي ساويها شي 250 درهم 260 درهم. هذيك نوض فوق طوموبيلتي وتيسير هذاك وجهك ولا كفاك نضربك شي صاليه، هذه راه ما ساويتها. نجس حتى لو واضي، وبشرك اني ما زلت على ما انا عليه ماضي. جا قال انا قلنا يا دافع البلا، نفخ صدره المثد بكل ثقة وقالها لنا من يومي واسترجي. قلنا والنعم يا هلا، مسكناها الفناجيل ودلينا درب المغسلة. المرجلة عدت من جنبك قالت الخلا، إلا تخسى ما انت بكفو مالي قلة بمن على 7 الفلا. إذا نطق صواب ولا فلا، قد قلتها من قبل ده بهيمة ترعى في الكلا. يقولوا عنك مهزلة وناس يقولوا مزبلة، أم عنت النظر فيك قلت لا بل هذا مبولة. أمام الملأ تجيك صواعق مني مرسلة، انت اسهل من 1+1 عندي كمسألة. جاي يبغى يطعن فيني قام شبك في نفسه. واش نشوفو هربت منه، كانت بيناتنا واحد القطيطه ستيتوا، وفعاد ما نشوف فيه كنت كنفرح في القطيطه وكنحرك رجلي حيت كنحسن بزاف. ما متاكداش ولكن تقريبا عامين ولا انا النهار الاول نهار الثاني كتعجبني الرجوله ديالو، كيقول لي حيت انا كنعرف الدراري شنو كيسواو، قلبو كبير. المشارك نتجمعوا في دار واحده ان شاء الله، ان شاء الله نحققوا كل ما كنتمناو. جينا باش نجربوا قيمه التعاون بيناتنا، نربحوا اللقب ونعليو بطنجه. الحمد لله طنجاويه حره، بحال اللي قال واحد الراجل نوصل سلماني توتينا داي بروبليما اي نو باسا نادا، ما كاينش شي مشاكل. والله الا فيهم واحد البراءة، لا هي لا راجلها سبحان الله فيهم واحد البراءة وواحد القبول، فالله يسهل عليهم. طنجاوي تحية الناس طنجة، تحية الناس الشمال، واحد. الشارع قدام خيريه، الشارع قدام خيريه. علاش كتبكي ايمان؟ ما وقع والو. علاش كتبكي ايمان؟ ايمان ايمان واش تقدر تقول لنا علاش كتبكي؟ تفكرت واحد الحاجه صاحبي. تقدر تقاسمها معنا ولا لا؟ واخا انا كنحترم القرار ديالك وغادي نمشيو عند عماد. اول صوره خديتي انت وايمان فين كانت؟ كاينه جرده وكاينه الخيريه ديال اللي كنت فيها انا كانت حداها. الجواب صحيح. انت كتعرفني انا عندي نيشان سيدة طيبات، ممكن انا ما كناكلش ما كلتها، ولكن زعما درت افاق طيبات حطات دارت لي جهدها وكلشي صباح كاع راه نديرو جوج باش طربات الساعه باش نقول لك حيت فريد غدا كان راه طيبات لينا انا ما كناكلش كلتها.
هو ماشي ضربنا مدام سعيدة، كان واحد سوء تفاهم، نقدر نكون تسرعت فيه واحد شويه، ولكن مني وصل لحد عند ماما ما صافي ما قدرتش وما بغيتش، طلبت السماحه وتا دابا كنعاود نطلب السماحه، زعما سمحوا لي على داكشي وهذا من حسن اخلاقك ومن كرمك تطلب السماحه. شكرا لك بزاف بزاف. لجنه التحكيم ما راضياش على هذاك الشيء اللي وقع بيناتكم، ولكن انا سمعت واحد الحاجه قالت وصلت الام ديالي. الا وصلت شي حاجه للامهات انا اللي ما غنكونش راضيه عليكم الا الامهات. بغيتي تعرفي علاش انا عرفتها؟ حيت ملي كان محطوط الزيت في كاسكروط جيت ندير انا كاسكروط كنلقى بجوج مزلايف ديال الزيت فيهم الدبان، قلت لهم عطيوني عافاكم الزيت انا من القرعه وكليت. جا الامام حيد الدبانه وكلا، ما غتعيفيش. نقدر ناخذ موقف نبغي نطيب راسي. واحد السيده خالتي معروفه من المشاهير ديال المغرب ديالنا درت على واحد لو جوغور دو فوت ديكم، انا راه جيت بغيت غير نتصور معاه و il m'a traité de tous les noms، سبني. ابى الله سبحانه وتعالى الا بنتي تمشي للمغرب 24 سنه ديال الغياب. اللي مشات للمغرب اخاتي جلست في الفور سيزون ياك، هي جايه من سطاق هي واختها، هو يبان لها نفس الشخص اللي بان لها، حيت هاد البعدو قاعد ديالنا شويه مبيرشه سبونطاني، فرحات شافتو بحال اي ستار كتشوفوه، اي واحد نتوما كتبغيوه عبر التلفاز او الشهقه ليها الشهقه قالت ياه فلان، عرفتي اش دار لها؟ دار لها اكثر من اللي دار هذيك الاخرى. عرفتي ملي قالتها لي عين كدمع وعين ناشفه. لا باسكو دار واحد الحاله خايبه بزاف، حيت الطريقه يعني واخا نضل نهضر ما غاديش نتوما يعني تفهموا كيفاش كانت الطريقه خايبه. وحتى وانا رايحه كفه انتوا عند ربنا انا احسن منكم. البنات بيجي لها عريس، والدتي كانت عايزه تطمن عليا، الموضوع كان صالونات انا ما كنتش اعرفه، جربي اتكلم واتخطبت 4 شهور وحسيت ان انا مش مرتاحه، فكان في بعض الاقناع من والدتي ان هي عايزه تطمن عليا، خصوصا ان انا والدي متوفي. 3 شهر زواج انا لقيت شخص تاني خالص. هذه كلمات فتاة من بيننا كانت تصرخ بصوت مرتعش أمام الكاميرا ولم يسمعها أحد. اسمها بسنت سليمان، أم لطفلتين، كانت تعيش في منطقة سموحة بالإسكندرية. مرت بظروف بالغة القسوة، صراعات مالية لا تهدأ، وخلافات حضانة مضنية، ومشكلات نفسية تراكمت على مدى سنوات طويلة دون أن تجد من يمد إليها يد العون. قبيل نهايتها نشرت على حسابها كلمتين تكاد توقف القلب: خذوا بالكم من أولادي. ثم فتحت بثا مباشرا. لم تطلب عطفا، لم تطلب انتباها، طلبت ما يحتاجه كل إنسان في لحظات انكساره، أن يجد من يسمعه بجدية وإنصاف. لكن ما واجهته في التعليقات كان على النقيض تماما: استفزاز واستهانة وتفرج بارد. اتكسرت خاطري، اتكسرت فرحتي، واتسرق شبابي، واللي حواليا بدل ما يهونوا بيستغلوا ده. حين ترى حسابا شخصيا مليئا بالضحكات والتعليقات المرحة لا تظن أن صاحبه بخير، فقد تعلم الناس كيف يخفون جراحهم حتى لا يثقلوا كاهل الآخرين. بسنت كانت تعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة مطولة. هذا لا يعني أنها كانت ضعيفة، بل يعني أنها كانت بحاجة إلى دعم لم يصلها في الوقت المناسب. الإنسان الذي يبدو بخير على الملأ ربما كان يخوض في الداخل معركته الأشد وطأة وأشدها خفاء. دعني أسألك شيئا قد يستوقفك: هل مررت بلحظة رأيت فيها من تحب وهو في ضيق فأسكت قلقك وقلت لنفسك سيمر عليه الأمر، أو إنه يبالغ؟ الجملة التي قالتها بسنت في بثها المباشر ليست خاصة بها وحدها، إنها الجملة التي يقولها أناس كثيرون من حولنا كل يوم بعيونهم لا بكلامهم. إن كان في حياتك أحد تشعر أنه ليس بخير، اقترب منه واسأله بصدق وإخلاص: كيف حالك حقا؟ لا يلزمك أن تكون طبيبا نفسيا، لا يلزمك أن تملك الحلول، يكفي أن تكون حاضرا وأن يعلم أنه ليس وحده. وإن كنت أنت من يعاني الآن في صمت، فاعلم أنك لست مضطرا إلى حمل هذا وحدك، ثمة من خصص عمله لأن يسمعك. رحم الله بسنت سليمان، ورحم كل روح أنهكها الألم في صمت. وأنت الذي تسمع هذا الكلام الآن، إن كان في داخلك شيء يحتاج أن يقال فقل له. الدنيا لا تتحمل خسارة صوتك، وانتبه لمن حولك، قد تكون أنت السبب في أن يختار أحدهم الحياة.
صافي بقيتي تابع الفقاس حتى جبتيها في راسك. ها هو دابا مبرع مع راسو هو والكعبه، وانا غاديه للسبيطارات في هاد الليل. عاجبك الحاله الكعبه ديالي؟ غادي ندوزو احسن ايام حياتنا الحمد لله بعدا ملي تهنينا من داك الضحيه ديال غريبه. الحمد لله على سلامتك الصغاع، انت فيك الطونسيون ما تحشم. اش داك لشي عراسات؟ ودي عطاوني غا التيساح. انا بعدا عاجبني الحال، فقست ليك دوك 2 كركوبات ديال ريشبوند وغريبه. عندك الحق. تخيلي الحله دي فيها ايه؟ انت بتضحكي كده ليه؟ حلة محشي. انا عملت لك محشي. ايه هقلبهولك، استني اصبري بس انا والله ما جيتش مش هساعدي خلاص. يلا بسم الله هاتي كده استني. لا قلبيها. حاضر اهو بسم الله يلا. لا يا رحمة. ايه انت لا ما هو بص هما صفين محشي، هما صفين. اسمعي بس اللي بيتقلب ده ورق عنب، بتبقى الحله كده على طمة عينها. لا اقفلي. يعني انت مش عارفه ارجعها لك الحله تاني؟ ايه لا ايه انت تعاكي يعني انت مش همك الوقفه اللي انا وقفتها دي كلها، وهمك اذا كان قلبتها كده ولا المحشي هيبرد. طبعا يعني الحمد لله طبعا على وقفه المطبخ دي كلها. انا اولى بالاربع حتت بانيه دول، تمام؟ بانيه بالمناديل معلش. انا اولى، ولسه في صباعين محشي كده في الحيوه كده وزبوز فقر. اوعي انا غلطانه. ايه بتمسكيها ليه؟ ما انتي ناويه بوزك ادوق. لو ايدك اتمدت على صبع من صوابع المحشي دي هنزعل من بعض. بسم الله. قلت لي بقى ما هو في الاخر هتنزل بطنك. ما هو في الاخر اتقلبت كده في الاخر دي. لا انا مصدومه. بسم الله. الله بسم الله. الله دوقي. انفخي فيها كده لحد ما تبرد. قبل انا ما ادوق الصبع القمر ده. بصوا بسم الله. تحفه. سخنه عليكي يا لا انا حزينه صح؟ لا مالناش دعوه ببعض. بسم الله. بعد اذنك. بإذنك. ايه حلو يعني؟ شايفاكي عايزه تاكلي تاني. ماشي. حلو بجد الاكل؟ عجبك؟ اهو تكمل 10. عشان 10. ربنا يخليك. شكرا. كنت حلوة أوي. طب عكننتيني ليه من الاول لما الاكل بتاعك حلو قوي؟ ماشي مش مشكله. انت برضو لسه مخلصه درس وانا عارفه احباط اللغه. يلا بسم الله. شاكيرا أيقونة المسرح التي يعشقها الملايين، لكن خلف الرقص والغناء أسرار مذهلة لا يعرفها الكثيرون. إليك حقائق قد تصدمك عن الديفا الكولومبية. الحقيقة الأولى: هل كنت تعلم أن شاكيرا رفضت في جوقة المدرسة؟ نعم، أخبرها معلم الموسيقى حينها أن صوتها يشبه صوت الماعز بسبب اهتزازه القوي، لكن هذا الرفض كان الوقود الذي أشعل نجاحها العالمي. الحقيقة الثانية: ذكاؤها خارق. شاكيرا تمتلك معدل ذكاء يصل إلى 140، وهو ما يضعها في فئة العباقرة، كما أنها تتحدث 5 لغات بطلاقة، منها العربية التي تعتز بجذورها اللبنانية من خلالها. الحقيقة الثالثة: هي سيدة أعمال من الطراز الرفيع، لا تعتمد على الفن فقط، بل تستثمر في العقارات وتمتلك جزيرة كاملة في جزر البهاما، كما أنها تشرف بنفسها على أدق تفاصيل إنتاج أغانيها وتصميم عروضها. الحقيقة الرابعة: السر وراء رقصها الشهير ليس مجرد موهبة لاتينية، بل هو تكريم لجدتها اللبنانية التي علمتها فنون الرقص الشرقي منذ صغرها، لتدمجه لاحقا بإيقاعات الروك والبوب. الحقيقة الخامسة: شاكيرا ليست مجرد نجمة، بل هي ناشطة إنسانية من الطراز الأول. أسست جمعية الأقدام الحافية وهي في سن 18 فقط، لتوفر التعليم لآلاف الأطفال المشردين في بلادها. في النهاية، شاكيرا أثبتت أن الإصرار والذكاء هما مفتاح البقاء في القمة لأكثر من 30 عاماً.